تخيلوا تبقوا في مكان هادي جدا ومفيش صوت غير صوت نفسك، وفجأة تحس ان الجو اتغير من غير اي سبب، وتحاول تطمن نفسك وتقول عادي، لكن الاحساس اللي جواك بيكبر. كل حاجة حواليك شكلها طبيعي، بس في حاجة مش راكبة كده ومخوفاك. خطوة هنا ونظرة هناك، وتبدأ تشك انك اصلا مش لوحدك. مش لازم تشوف حاجة بعينيك علشان تتوتر، احيانا الاحساس كفاية. والفيلم ده بيلعب على الاحساس ده بالذات، بيخليك طول الوقت مستني اللحظة اللي هتقلب الهدوء للحظة كلها رعب. علشان كده انا بنصحك لو بتخاف من افلام الرعب، نصيحة مني ليك يا عزيزي، ما تكملش الفيديو ده لان الفيديو ده رعب جدا جدا جدا. ويلا بينا علشان ما نحرقش نبتدي فيلم النهارده. بتبدأ حكايتنا مع فولكان ومراته كنان، وهما بيشتروا بيت جديد في اطراف المدينة، وفي نفس الوقت بنشوف حد مجهول بيحفر حفرة وبيدفن فيها صندوق في الجنينة. هنعرف قدام هو ايه الصندوق ده. نرجع تاني هنا للزوجين واللي بيكونوا مع السمسار اللي بيقول لهم ان الجيران هاديين جدا، وان البيت اللي جنبهم ساكن فيه زوجين من غير ولاد، يعني اخر هداوة وهدوء. البيت عجبهم جدا واشتروه، وفي اول ليلة ليهم كانوا مبسوطين قوي وطلعوا يناموا. وفجأة القطة بتاعت كنان بدأت تنونو على اخرها، لان في خيال كده عدى من جنبها بسرعة. صحيت على صوتها ونزلت حطت لها اكل، وقالت اكيد خايفة شوية من البيت، يا اما لسه ما اتعودتش عليه وطلعت علشان تنام تاني. وفي اللحظة دي بنسمع صوت غريب جاي من الظل اللي تحت السلم. وتاني يوم يا اصدقائي بانو صاحبة كنان بتيجي تبارك ليها على البيت الجديد، وبتبقى جاية معاها لوحة مرسومة عليها عين هدية لصاحبتها علشان تحمي البيت من الحسد. وفجأة وفي نص ما هما بيتكلموا القطة بتنط عليها وتخربشها، مع انها مش من عادتها تعمل كده خالص. كنان قالت لبانو ان قطتها لسه مش متعودة على البيت الجديد. وبعد ما بانو مشيت، كنان وهي داخلة شافت باب الأوضة بيتفتح لوحده، وفجأة باب البيت خبط جامد، وكان في حد حرفيا بيرزع الباب. كنان لما فتحت لقت جارهم اللي ساكن جنبهم جاي يقول لها هو انتم ليه رامين لحمة خربانة في جنينتي؟ فبتستغرب جدا وبتقول له اللحمة دي مش من عندنا. بس الراجل حاول يدخل البيت بالعافية لانه شامم نفس الريحة المعفنة دي طالعة من جوه البيت. كنان وقفت قدام جارهم بقلب جامد وقالت له انها مش هتسيبه يدخل البيت ابدا ولا يخطي عتبته، وطلبت منه يستنى لما جوزها يرجع وهو اللي هيتفاهم معاه ويشوف حكاية اللحمة دي ايه. فالراجل هنا سابها ومشي وهو مش على بعضه وكأن في حاجة، وباين عليه الرعب والاستغراب من اللي بيحصل. وفي نفس اللحظة دي بنشوف القطة بره البيت، وبتبقى واقفة عند السلم وعمالة تاكل في حتة لحمة معفنة وريحتها تقرف زي الراجل اللي شايلها. ودي بتبقى اللحمة اللي كانت قلبة الريحة بتاعت البيت والراجل بيشتكي منها. المهم ان اول ما فولكان رجع البيت كنان حكت له عن اللي حصل بالحرف الواحد، فدمه فار وراح لبيت الراجل اللي ساكن جنبهم وهدده تهديد صريح، وقال له لو انت فكرت تهوب ناحية بيتي تاني او تضايق حتى مراتي وانا مش موجود، حسابك هيبقى اسود ومنيل على وشك. فولكان هنا ومراته وهم راجعين بيتهم بيقابلوا الجنايني اللي شغال في المنطقة. فالجنايني وقف فولكان وقال له ان جارهم ده مراته مفقودة ومش لاقيينها من فترة، والشرطة كانت شاكة ان هو حابسها او حتى ان هو قتلها وقبضت عليه وحبسته، بس في الاخر طلعوه علشان مفيش دليل ضده. فولكان سمع الكلام ده واتجنن وقال للجنايني انت ليه ما قلتليش الكلام ده ليه قبل ما اشتري البيت واتدبس فيه؟ فالراجل قال له دي مش شغلانتي، دي شغلانة السمسار اللي دلكم على البيت وهو اللي غشكم وما قالكمش الحقيقة. لما الزوجين دخلوا البيت كنان بدأت تلوم جوزها وقالت له انت ازاي تشتري بيت من غير ما تسأل وتعرف هما مين اللي هيسكنوا جنبنا؟ ففولكان قال لها انا سألت السمسار بس طلع راجل واطي وضحك عليا وخبى عني السواد ده كله، وقال لها انا مش ناقص وجع دماغ، احنا خلاص اشترينا البيت وكفايه ضغط الشغل عليا. وقال لها لو فضلت تكبري الموضوع وحكيت قصه الراجل ومراته اللي مش لاقيينها دي في دماغك هبيع البيت ده على طول لان مش ناقصين وش. كنان بتقول لجوزها انا حابه البيت ومرتاحه كمان فيه ومش عايزه مشاكل. وفي اللحظه دي يا صديقي فولكان بياخد باله ان القطه بتبص له بصه غريبه جدا وكانها فاهمه الكلام اللي بيدور بينهم او بتاكد عليه. بالليل كنان ما بيجيش لها نوم بسبب سيرة جارهم ده، فبتقوم تنزل المطبخ تشرب شويه ميه، واول لما بتنزل بتلاقي القطه فبدات تصرخ وتنونو على اخرها كانها شافت حاجه مرعبه. وفجاه حنفيه المطبخ هنا يا صديقي اتفتحت لوحدها. كنان بتجري تقفل الحنفيه وبتمسك كوبايه الميه، وفجاه بتحس بحاجه خبطت ايديها وطيرت الكوبايه ووقعتها على الارض، فبتطلع تجري
على فوق وهي هتموت من الرعب، بس بتسمع صوت جاي من الدور الاخير، فبتطلع تشوف ايه وبتحس ان في حد واقف ورا ظهرها بالظبط، فبتصرخ وبتنادي يا فولكان الحقني. فهو طبعا بيصحى مخضوض وبيروح لها بسرعه، فبتحلف له والله شفت حد واقف هنا، بس هو بيلف في البيت كله وما بيلاقيش غير القطه. فبتقول له والله شفت خيال حد شعره طويل وشكله يخوف جدا، وبتحكي له على اللي حصل تحت في المطبخ، بس هو بيحاول يطمنها ويقول لها اهدي يا حبيبتي مفيش حاجه، ده اكيد خيال القطه مش اكتر، او انتي اعصابك تعبانه حبتين من اللي حصل النهارده. تاني يوم الصبح يا صديقي فولكان بيروح شغله وهو بيجري، والقطه بتروح تقعد تحت العربيه وبتاكل من نفس اللحمه المعفنه. فولكان هنا وبيدور العربيه وبيرجع لورا ومش بيبقى واخد باله انها قاعده، فبيدوس عليها بالغلط، والجنايني بيشوف المنظر وبيقول له ما طلعش ليها 9 ارواح ولا حاجه وماتت. فولكان هنا بيقول له شيلها ادفنها بعيد وامسح الدم كويس من الارض علشان مراتي ما تعرفش حاجه. وفي نفس الوقت كانت بتلمح جارهم من الشباك وهو شايل كيس كبير وبيرميه في شنطه عربيته وهو مش على بعضه وعمال يتلفت حواليه كده. كنان بتبدا تخاف اكتر وبتاخد بالها ان القطه اختفت زي ما تكون فص ملح وداب، فبتقوم تدور عليها في كل حته لغايه ما بتوصل عند جنينه جارهم. وفجاه الراجل بيظهر لها من وراها وبيسالها بتعملي ايه هنا في بيتي، فبتقول له انها بتدور على قطتها، وبتسيبه وبترجع بيتها وبتقعد على الكنبه وبتشوفها وهي بتمسك تليفونها وبترن على بانو وبتقول لها ما تنسيش ميعادنا يوم السبت علشان ننزل نتسوق. وبعد ما بتقفل السكه بتقعد تبص بتركيز في اللوحه اللي صاحبتها بانو جابتها لها وبتغمض عينيها، ولما بتفتحهم بتلاقي اللوحه مايله شويه فبتقوم تعدلها، وفجاه بتسمع صوت وراها، ولما بتلف وشها علشان تشوف الصوت ده جاي منين بتشوف حد واقف وعمال يظبط في اللوحه. وفجاه الحد بتاخد بالها ان الشخص ده يبقى هي بس بوش شيطاني يخوف. كنان بتحاول تصرخ او تتحرك بس بتبقى متخشبه في مكانها وجسمها كله متشنج، وفي اللحظه دي بتصحى من النوم وبنكتشف يا صديقي ان كل ده كان حلم، بس الغريبه انها بتبص على اللوحه وبتلاقيها مايله فعلا، فبتقوم تعدلها وفجاه تليفونها بيرن وبتطلع بانو هي اللي بتطلبها وبتقول لها بفكرك بميعادنا يوم السبت علشان الشوبينج. وهنا كنان جسمها بيقشعر وبتحس ان الحلم بيتعاد تاني بس المره دي حقيقه. وبالليل هنا بقى فولكان بيحاول يقنع كنان وبيقول لها ان القطه دي ليها غرايز زي البشر وممكن تكون هربت بره البيت تشم هوا او تدور على قط تاني، بس كنان بتقول له كلامك ده مش داخل دماغي، تبقاش مقتنعه نهائي بالكلام الفارغ ده. فولكان بيحاول يغير السيره ويخرجها من الحاله دي، فبيعزمها على العشاء بره البيت، وبعدها بنشوفهم في المطعم وهما بيتعشوا، وفجاه كنان بتسمع صوت حد بيصرخ وبيقول انت عايز مني ايه، وبتحس وقتها ان نفسها بيتقطع وخلاص بيتخنق، فبتسال فولكان باستغراب لو كان سامع الصوت ده زيها، بس هو ما بيبقاش فاهم هي بتتكلم عن ايه اصلا ومستغرب كلامها. كنان بتقوم تروح الحمام علشان تغسل وشها وتفوق، ولما بترجع ناحيه الترابيزه بتشوف منظر يجنن العقل. بتلاقي فولكان قاعد مع واحده نسخه طبق الاصل منها وعمال يقول لها نفس الكلام لسه قايله الكنان الحقيقيه من شويه، فبتروح عندهم عند الترابيزه وبتقف في وشهم وهي بتصرخ وبتقول نفس الجمله انت عايز مني ايه. فكنان بترجع البيت وهي ميته من الرعب وقلقانه والخيالات مش سايباها في حالها، وفجاه بتسمع صوت عربيه جارهم فبتروح تراقبه من شباك المطبخ وبتشوفه هو بيحط كيس كبير في شنطه العربيه، بس لسبب مجهول كنان بتسرح وبتركز في العربيه، وفجاه بتسمع صوت نونوه القطه جايه من الدور اللي فوق، فبتطلع تجري لعندها وبتمسكها بين ايديها، وفجاه وبدون اي مقدمات وايديها بتتغرق دم وبتختفي من ايديها خالص، وكنان بتصرخ على اخرها من كتر الخوف والمنظر اللي هي شايفاه. فولكان بيطلع لها جري وكنان بتقول له وهي بترتعش انا كنت ماسكه القطه في ايدي دلوقتي وماتت بين ايديا واتحولت لدم وفجاه اختفت وما بقاش ليها اي اثر. ولان فولكان عارف الحقيقه ومخبي عليها ان هو داسها بعربيته وموتها، قعد يقنعها ان كل دي تخيلات واوهام علشان هي مشتاقه للقطه وان نفسها تلاقيها، وبيحاول يثبت لها انها بتهلوس مش اكتر. وبالليل فولكان بيصحى من النوم على صوت ضحك عالي طالع من كنان، ولما بيصحيها وبيسالها بتضحكي على ايه بتقول له باستغراب انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه وما سمعتش نفسي وانا بضحك خالص. وهنا يا صديقي الرعب بدا، عشان كده اعمل لايك واشترك في القناه واعمل كومنت صلي فيه على النبي علشان اللي جاي ما يلبسناش ويلبسني معاكم. يلا بينا نكمل. وفي اللحظه دي بنشوف خيال لمسخ مرعب عمال
عمال يتسحب وبيمشي في البيت من غير ما حد فيهم ياخد باله. الصبح بيطلع وكنان بتروح مع بانو علشان يلحقوا ميعاد الشوبينج، وبيقعدوا في كافيه علشان يريحوا شويه. وكنان هنا بتفتح قلبها لصاحبتها وبتحكي لها عن كل اللي بيحصل معاها، وبتقول لها انها جابت اخرها وعايزه تعزل من البيت ده في اسرع وقت. بانو بتحاول تهديها وتقول لها ان كل ده ضغط نفسي وخوف، وان قصه اختفاء مرات جارهم هي اللي مأثره عليها ومخليها تتخيل حاجات غريبه، وبكره لما تتعودي على المكان كل ده هيروح. وفجاه كنان بتبدا تسمع اصوات غريبه ودوشه جوه دماغها، وبتبص لبانو بتلاقي وشها اتحول وبقى مرعب وشبه الشياطين. كنان بتفضل متمسمره في مكانها من كتر الرعب ومش بتبقى قادره حتى تصرخ. بانو بتقلق عليها جدا وبتسالها هي كويسه ولا فيها حاجه، وكنان بتحاول تعدي الموقف. وبالليل وهي بتاخد شاور بتحس فجاه بحد بيحاول يمسك رجليها من تحت الميه، فبتصرخ وبتطلع تجري من الحمام وهي منهاره. فولكان بيبص لها بخوف وبيقول لها انا خايف عليكي يا كنان، احنا لازم نشوف دكتور نفسي في اسرع وقت. كنان هنا بترفض تماما وبتقول له وهي بتزعق انا مش مجنونه علشان توديني للدكتور. وفجاه بتبدا تضحك بشكل هستيري ومرعب لدرجه ان الجناين اللي بره البيت بيسمع صوت ضحكتها العالي ده، وبتقرب من فولكان وبتساله انت لسه بتحبني، وبتطلب منه ان هو ما يتخلاش عنها ابدا، وهو بيطمنها وبيحلف لها ان هو بيحبها وعمره ما هيسيبها مهما حصل. وهي نايمه بتحلم حلم يقبض القلب، بتشوف نفسها مدفونه وهي عايشه جوه تابوت، وبتبقى عماله تخبط وتصوت وساعدوني وطلعوني من هنا. وبتشوف المسخ اللي بيطاردها ده بيقرب من التابوت، وفجاه بتصحى من النوم فزعانه وخايفه، وبتلمح باب الاوضه بيتفتح والمسخ ده بيبدا يقرب منها. جسمها بيتخشب فجاه وبيتشنج وما بتعرفش تطلع كلمه من بقها، وبتبص لفولكان اللي نايم جنبها وبتحاول تنادي عليه بس صوتها ما بيطلعش. المسخ ده بيقرب منها اكتر وهي مشلوله، وبيفتح بقها بالعافيه وبيصب فيها حاجه زي النار السايحه من بقه لبقها. كنان هنا بتحس بروحها بتطلع، وفجاه بتصحى من الكابوس ده على صوت الاذان وهي بتصرخ على اخرها. كنان بتسمع كلام فولكان وبتروح معاه فعلا تاني يوم عند الدكتور النفسي، وبتقعد تحكي له على كل الحاجات الغريبه اللي بتحصل لها، وكل شويه تقول له احلف انك مصدقني وانك مصدق ان دي مش مجرد تهيؤات او خيالات في دماغي. والدكتور علشان يكسب ثقتها ويخليها تفتح له قلبها بيطمنها وبيقول لها انا مصدق كل كلمه بتقوليها. وبعد ما بتخلص الجلسه الدكتور بيقعد مع فولكان لوحده وبيقول له كنان لازم تتابع الجلسات دي بانتظام علشان حالتها تتحسن. ففولكان بيقول للدكتور تفتكر من مصلحتها ان اقول لها ان القطه ماتت وان انا اللي دوستها بالعربيه. فالدكتور رد عليه وقال له ان يفضل انها ما تعرفش دلوقتي، وقال له هبقى اقول لك على الوقت المناسب اللي تقول لها فيه. كنان بترجع للبيت وبتريح شويه، وفجاه بتحلم برقم 13 مكتوب على سقف البيت، واول لما بتصحى بتفتكر ان الرقم 13 ده هو اخر رقمين في نمره عربيه جارهم. كنان بتقوم من النوم زي المسحوره وهي مش في وعيها، وبتاخد سكينه وبتروح تهجم على جارهم وبتجرحه في ايده، بس فولكان بيلحقها بسرعه وبيسحب السكينه من ايديها. وفي لحظه كنان بترجع لطبيعتها وبتبص لفولكان باستغراب وبتقول له هو ايه اللي جابنا هنا وانا مالي في ايه اللي بيحصل معايا. وبتبدا تحكي له وهي بترتعش وبتقول له انا شفت رقم 13 على السقف والرقم ده هو نفسه اللي على عربيه جارنا. وقالت له انا ما كنتش حاسه بنفسي وانا بعمل كده. فولكان بيقول له وهو مخضوض انت متخيله لو الجار ده اشتكاكي وعمل فيكي محضر ايه اللي ممكن يحصل فيكي؟ كنان بتقول له انا مش هرتاح ولا هيهدى ليا بال غير لما اعرف مرات الراجل ده اختفت فين ولا مين اللي قتلها. فولكان بيفقد اعصابه وبيصرخ في وشها كفايه بقى يا كنان، ارحميني وارحمي نفسك وارحمي امي التعبانه. وفجاه ملامح كنان بتتحول تماما وبتبقى شخص تاني خالص، وبتقول له بنبره صوت ترعب مش هسكت ولا ههدى لغايه ما اموت زيها وروحي تروح لاعماق الجحيم. ففولكان بيتفزع من منظرها وصوتها وبيزعق فيها، وفي لحظه كنان بيغمى عليها وبتقع من طولها على الارض. تاني يوم الصبح يا صديقي فولكان بيكلم صاحبه علي في التليفون وبيقول له انا مش هقدر اروح الشغل النهارده علشان كنان تعبانه قوي وحالتها في النازل. جرس الباب بيرن، تبقى بانو هي اللي جايه تطمن على صاحبتها، وفجاه بيسمعوا صوت هبد ورزع غريب طالع من اوضه كنان. فولكان بيجري على الاوضه وبيلاقيها مرميه على الارض، واول لما بيقرب منها في قوه غريبه بتحدفه لبعيد وبترزعه في الحيطه بكل قوتها. كنان بتقوم وهي زي المغيبه وبتمسك مقص وبتهجم على فولكان وبتحاول تقتله. فجوزها بيعافر معاها وبيهجم عليها هو وبانو بالعافيه لغايه ما بياخدوا منها المقص وبيكتفوها. وفي اللحظه دي الدكتور بيوصل البيت وبيديلها حقنه مهدئه علشان تفصل وتنام، وبيقول لفولكان بلهجه واضحه مفيش مفر يا فولكان، كنان لازم
لازم تتنقل للمستشفى حالا علشان نتابع حالتها. الوضع كده خرج عن السيطرة تماما. فولكان بيقابل الجنايني وبيعرف منه ان جارهم طلع بريء تماما وان مراته ما ماتتش ولا حاجة، دي كانت مستخبية منه وهربانة من وراه. فولكان بيجري زي المجنون على أوضة كنان علشان يطمنها ويقول لها ان مفيش حاجة ومرات الراجل لسه عايشة. بس اول لما بيدخل بيلاقيها بتقابله بنظرات تخوف وبتبدأ تتكلم بصوت غريب ومرعب غير صوتها خالص، وبتقول له كنان خلاص دلوقتي في اعماق الجحيم. علي صاحبه بيشوف المنظر ده وبيترعب وبينصح فولكان ان هو لازم يجيب عالم دين على طول لانه واضح ان مراته لابسها شيطان السموم. فولكان في الاول ما بيكونش مصدق، بس علي بيقعد وراه لحد ما بيقنعه، وفعلا بيجيبوا الشيخ للبيت. اول لما الشيخ هنا يا صديقي بيدخل الاوضه صرخ وقال يا سموم اخرج، انا اليه راجعون يا سموم، ولو ما خرجتش دلوقتي هحرقك. وشكلها كده الفيلم ده هيبقى مهبب ب60 نيله ومش ناقصه رعب ومش هنعرف ننام. الشيطان هنا يا صديقي رد عليه بصوت يزلزل الحيطه، انت فاكر ان شيطان السموم بيموتوا بالسهوله دي زيك يا بني ادم انت؟ في الوقت ده الدكتور بيوصل علشان ياخد كنان المستشفى وبيسمع الاصوات المرعبه دي فبيطلع يجري من الاوضه. الدكتور هنا بيستغرب جدا من اللي بيشوفه وبيعترض على وجود الشيخ، وكنان بتبص للدكتور وبتطلب منه يمشي الشيخ ده. فعالم الدين بيبص للدكتور وبيرد عليه بكل ثقه، اللي بتتكلم دي مش كنان، والطب في الحاله دي مش هيقدر يعمل لها حاجه ولا هيساعدها. وبيتلفت لفولكان وبيقول له الانسان ما بيعرفش يعيش من غير ايمان، والدين ضروري في حياتنا علشان يحمينا من كل ده. عالم الدين بص للدكتور وقال له ان العلم والدين بيكملوا بعض، وطلب منه دقيقه واحده بس علشان يثبت له ان اللي قدامهم دي مش كنان. الشيخ سألها بصوت عالي قال له انا مين وانت مين؟ رد السموم بصوت يخلي الجسم يقشعر، انا شعلة من نار بلا دخان، وانت حتة طينية متحمصة بالنار. الشيخ طلب من الدكتور ان هو يحاول يلمس ايديها بس، واول لما الدكتور قرب منها فجأة الكهرباء قطعت في البيت كله، وفي حاجة ضربت الدكتور زي لسعة كهرباء شديدة كده حدفته لبعيد. الشيخ بصله وقال له ساعات يا دكتور بنحتاج اكتر من عينين علشان نشوف الحقيقة. بعدها الشيخ بدأ يلف في البيت ويفتشه ركن ركن لحد ما قدر يوصل لرقم 13 اللي على السقف، وعرف ان في عمل سفلي انزرع في البيت ده. والمفاجأة ان بانو صاحب الكنان هي اللي عملت كده، وهي السبب في كل المصايب اللي حصلت دي. الشيخ لقى العمل مكتوب ومستخبي ورا اللوحة اللي بانو ادتها لها لكنان اول لما سكنوا. في اللحظة دي يا صديقي كنان بدأت تتشنج وتصرخ، وفولكان وعلي ماسكينها بكل قوتهم من ايديها، والشيخ شغال بيقرأ ايات من القرآن بصوت عالي علشان يفك السحر ده ويطرد الشيطان اللي لابسها. السموم بيبدأ يخرج من جسم كنان وهو بيصرخ وبيرد على الشيخ بكلام مليان غل، ايها الانسان الضعيف، انتم مش بتفتكروا ربنا ولا بتصلوا غير لما بتقعوا في مشكلة، وربك تجاهلني بعد ما خلق الانسان. وفي اللحظة دي الصراع بيتحول لمعركة حقيقية. شياطين السموم بدأت تتجمع في الأوضة في شكل خيالات مرعبة وهوى سائع جدا، والشيخ بكل قوة ايمانه وواقف صامت في وشهم، وفتح المصحف وبدأ يرتل آيات القرآن بصوت زلزل البيت كله لحد ما شياطين السموم بدأت تتحرق وتختفي واحد ورا التاني، وكنان جسمها هدي ووقعت في الأرض مغمى عليها. وبعد شوية فتحت عينيها ورجعت لطبيعتها وهي مش فاكرة أي حاجة. وده بعد ما الموضوع خلص الشيخ قاعد مع فولكان وعلي وهو بيمسح عرقه، وبدأ يفهمهم الحقيقة وقال لهم شياطين السموم موجودين حوالينا في كل مكان، بس هم ضعاف ما بيقدروش يأذوا حد أو يدخلوا جسم إنسان إلا لو في مساعدة من حد قريب منه. والعمل اللي بانو عملته هو اللي فتح الباب للسموم علشان يدخل حياة كنان ويدمرها. فولكان كان قاعد مذهول وهو بيفتكر بانو وازاي كانت بتمثل انها خايفة على كنان وهي اللي كانت بتسقيها السم ده كله. الشيخ كمل كلامه وفهمهم ان بانو هي اللي جابت السموم وطلبت منه يأذي كنان ويدمر حياتها. وفعلا بانو بتظهر وهي منهارة وبتاخدهم للمكان اللي دفنت فيه العمل السفلي، وبدأوا يحفروا لحد ما طلعوا صندوق اسود صغير، ولما فتحوه لقوا فيه رأس شخص ميت ومسحور عليه. الشيخ حرقه على طول علشان يبطل مفعول العمل ده خالص. كنان بصت لبانو وهي مش مصدقه وسألتها بكسرة قلب ليه عملت فيا كل ده؟ بانو ردت عليها بمنتهى الغل والحقد وقالت لها انا عمري ما حبيتك، كنت دايما بغير منك وبحقد عليكي علشان عندك كل حاجه انا بحلم بيها ومش عندي، وكنت عايزه اشوفك بتنتهي. بعد ما كل حاجه هديت فولكان سأل عالم الدين هل احنا كده خلصنا من السموم ومن بانو خالص ولا لسه؟ الشيخ بصله وقال له احنا عملنا اللي علينا، بس اللي بيلعب
اتلعب بنار السموم لازم يحترق بيها، والسموم مش هيسيبوا بانو خالص لانها هي اللي فتحت له الباب. وفعلا بنروح لبيت بانو وهي قاعده لوحدها ومرعوبه، وفجاه بيظهر لها سموم في ابشع صوره وبيهجم عليها وبيموتها وبياخد روحها يحرقها بنار الجحيم للابد كعقاب ليها على اللي عملته. كده يا عزيزي قناه جن فيلم بيكون خلص فيلم النهارده. الفيلم رعب جدا واحداثه جميله جدا وفي موسيقى بتاعته حتى مرعبه جدا، وتقييمي للفيلم ده 100% طبعا بدون اي نقاش. عشان كده انا مستني تقييمكم في الكومنتات، وشوفوا انتوا عايزين تسمعوا افلام ايه واكتبوا لي برضو في الكومنتات، وانا هتابع الكومنتات وهعمل لكم كل اللي انتوا محتاجينه. انا طبعا معكم احمد سمير من قناه جن فيلم، مستني رايكم ومستنيكم تصلوا على النبي، وكل من كان ليه نبي صلى عليه. اشوف وشكم بخير في فيديو جديد. سلام عليكم.